مساء النور يا كابتن شبان. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طمنا عليك، انت حالتك ايه دلوقتي بعد الاصابه دي؟ الحمد لله، يعني بعمل برنامج علاجي مع دكتور مصطفى، وقدامي بالظبط يعني 3 4 ايام واكون مع الفريق ان شاء الله. يعني انت ممكن تلحق مباراه بني عبيد ولا يفضل يعني انك تلعب بعدها؟ بنسبه كبيره ان شاء الله هحضر مباراه بني عبيد ان شاء الله. هتلحق مباراه بني عبيد ان شاء قول الله. لي اصابتك كانت ايه بالظبط يا علاء؟ اصابتي في منشأ العضله الخلفيه. نعم؟ في منشأ العضله الخلفيه. ده في في الاسبوع العاشر، متهيألي من الاسبوع العاشر الاصابه دي. لا الثانيه، يعني الاصابه القديمه غير دفاع. صوتك بعيد قوي يا علاء. الثانيه كانت في الحوض. الاصابه الثانيه كانت في الحوض، دي في منشأ العضله الخلفيه، دي مكان وده مكان ثاني خالص. اوكي، اتصبت فيها في مباراه ايه دي؟ في ماتش المصري. في مباراه المصري اللي فاتت. ماتش المصري قعدت 30 دقيقه انا في الملعب، حسيت بيها انا بالم، فجريت عليها، اتحملت عليها ما قدرتش يعني. عموما اتمنى لك الشفاء كابتن علاء علي لاعب نادي الزمالك، والتعود للملعب قريبا بمشيئه الله وتشارك في مباريات فريقك في الفتره القادمه.